أهلا بكم. النهاردة هنغوص شوية في نص لافت للنظر اسمه الجبل الملعون ورجل بلا ظل. النص ده يعني بيحكي عن قرية جنبها جبل، بس الجبل ده له سمعة مخيفة شوية، لدرجة إن أهل القرية مسميينه الجبل الملعون. صحيح. والفكرة السائدة هناك حسب النص إن اللي بيطلع الجبل ده بعد المغرب، يعني بعد غروب الشمس، ممكن يعني يتعرض لمواقف غريبة أو يشوف حاجات خلينا نقول خارقة للطبيعة. الجو ده بيحطنا على طول في مود الأساطير والخوف الشعبي ده. تمام. وهنا بقى بيدخل بطل قصتنا، شاب اسمه حسن. النص بيقدمه كشخصية يعني قررت تتحدى الكلام ده كله، مش بس فكر، لأ، ده طلع الجبل فعلا بالليل بعد صلاة العشاء كمان، يعني في عز الضلمة. هم. وده في حد ذاته تحدي كبير للأسطورة دي. لكن يعني المفاجأة الأكبر واللي بتخلي القصة تاخد مسار تاني خالص هي اللي لقاه حسن فوق الجبل. المكان ما كانش فاضي زي ما ممكن حد يتوقع. بالظبط كده. النص بيقول إن حسن لقى راجل واقف فوق في الضلمة، يعني مجرد إن في حد تاني هناك في الوقت ده والمكان ده، ده لوحده يقلق. بس القصة مش بتقف هنا. إيه بقى اللي كان غريب قوي في الراجل ده؟ هنا بقى بتيجي يعني أكتر حتة غريبة ومدهشة في الرواية دي كلها. زي ما النص بيوصفها، التركيز كله على إنه الراجل ده ما كانش له ظل. والنص بيأكد على النقطة دي قوي، بيقول إن حسن جرب ينور عليه بكشاف الموبايل بتاعه، ومع ذلك مفيش أي ظل ظهر له على الأرض. يا خبر، تخيل الموقف ده، حسن لوحده فوق جبل بالليل وقدامه راجل حتى في النور المباشر ملوش ظل. تفاصيلة صغيرة زي دي، غياب الظل، كأنها بتكسر كل قواعد الفيزياء اللي نعرفها، بتدخل المشهد في منطقة الغموض بقى. أكيد. والنص بيقول إن حسن يمكن عشان الفضول أو عايز يفهم إيه ده قرر يقرب منه شوية، بس هو مقربش كتير. لا، النص بيوصف اللحظة دي كأنها حصلت في ثانية. أول ما حسن خد خطوتين 3 ناحيته، الراجل التفت له فجأة، بص له مباشرة، وفي اللحظة اللي بعدها على طول اختفى. ببساطة كده اختفى تماما من قدامه. اختفى؟ يعني مش جري ولا مشي؟ لا لا، تلاشى. النص استخدم كلمة تلاشى، كأنه داب في الهواء، أو كأنه ما كانش موجود أصلا. الله، ده موقف يعني مرعب أكيد. والنص بيوصف إزاي التجربة دي أثرت على حسن. الأثر كان كبير جدا حسب ما بنقرأ. النص بيقول إنه نزل من الجبل وهو في حالة صدمة وذهول تام. والدليل الأكبر على قوة الصدمة دي إنه يعني فقد النطق تماما. فضل 3 أيام كاملة مش قادر يتكلم كلمة واحدة. 3 أيام؟ أيوة. الصمت ده في القصة مش مجرد رد فعل عادي، ده بيجسد حالة العجز، إنه مش لاقي كلام يوصف أو يستوعب اللي شافه. النص بيستخدم الصمت ده عشان يأكد قد إيه التجربة كانت صادمة وخارجة عن المألوف. إذن لو حبينا نلخص أهم نقط المصدر ده قالها لنا، في أسطورة عن جبل ملعون في قرية، وبعدين في شاب حسن بيتحدى الأسطورة دي وبيطلع الجبل بالليل، بيقابل هناك راجل غامض، والأغرب إنه من غير ظل. الراجل ده بيختفي فجأة لما حسن بيقرب منه، وفي الآخر حسن بيتأثر نفسياً لدرجة إنه بيفقد القدرة على الكلام ل3 أيام. بالظبط. وهو ده اللي بيخلي النص ده رغم إنه قصير يفتح أسئلة كتير، يعني عن قوة الأساطير دي في المجتمعات الصغيرة، وإزاي بتشكل تفكير الناس، وكمان عن طبيعتنا إحنا كبشر لما بنواجه حاجة مش فاهمينها أو مش لاقي لها تفسير. تجربة حسن دي زي ما اتحكت مثال حي لإزاي موقف واحد غامض ممكن يسيب أثر نفسي دايم، وصمته ده يمكن كان طريقته الوحيدة للتعبير عن تجربة أكبر من أي كلام. ويفضل السؤال في الآخر بعد ما نسمع الحكاية دي زي ما النص حكاها، إيه اللي بيخلي أماكن معينة زي الجبل ده تاخد السمعة الغامضة دي والهالة دي من الخوف في خيال الناس؟ وإزاي ممكن نفهم تجربة زي بتاعت حسن دي في إطار القصة نفسها؟ هل كان وهم؟ هل كان شيء حقيقي بس خارق للطبيعة؟ هو النص نفسه مش بيقدم إجابات واضحة، وده يمكن جزء من جماله، بيسيب لنا مساحة نفكر ونتخيل.